شايفين الطقطقة هاي هي اللي عم تخلي الشعبية تطلع معكم كتير مرقة ولذيذة. شايفين العجين أحلى. هاي الطريقة لازم تتعلموها. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم بدي أقدم لكم طريقة العجينة السحرية اللي بشتغل فيها الشعبيات وعشب البر كمان. والشعبيات أكثر من نوع، اللي هي جوز والفستق، وفيكم تحشوها قريشة اللي هي جبنة حلوة أو اللبة أو القشطة حتى بنفس نوع العجينة، وبتشتغل معكم لأكثر من نوع. حتى في عنا أخوتنا الحماصنة بيشتغلوا فيها التمرية، ما بعرف إذا حدا منكم بيعرفها، اكتبوا لي في التعليقات. اليوم بدي أقدم لكم إياها بطريقة سهلة وبسيطة ومن مطبخ الجديد. وبحب لكم أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، وقربوا لعندي وشوفوا لي هالشوفة. في عندي هون نص كيلو طحين، تقريبا 4 كاسات. رح فضيه. الطحين بشتغل فيه أنا دائما الدوم هو ماركة أوفا أو حكيم أغلو، هدول النوعين بيشتغلوا معكم لكل أنواع المعجنات، وطحينهم كتير رائع، يعني سهل كتير بالصناعة. المهم في عندي هون نص كيلو فضيته، وفي عندي رشة ملح. الملح بنضيفه مشان شو؟ مشان تمط معنا العجينة بشكل جيد جدا، يعني مهم جدا الملح. رشة صغيرة. طبعا للبقلاوة بنحط كميات، أما للشعبيات رشة صغيرة. كمان معلقة سمنة. وفي عندي هون المكون السحري اللي بيعطي لون للشعبيات اللي هو القطر، تقريبا 30 جرام. هي مقاديرها. وفي عندي كمان كاسة ونص مي، بس رح اضيفها بعد ما اركب على العجانة. وهي العجانة الصراحة راح تشتغل معنا شغلة بهالفترة هاي إن شاء الله، لأني راح أشتغل فيها كتير أنواع. طبعا في صبايا سألوني شو نوع العجانة. الصراحة يعني لازم تكون أمريكية، هي بتكون أحسن صناعة، لأني بيكون مسنناتها من جوا حديد غير مسننات البلاستيك اللي بتعرفوها بالسوق بشكل عام. راح نشغل العجانة ونعجن. أول شغلة راح نضيف كاسة مي، نسمي بسم الله ونقول له روحي. لاحظوا معي العجين كيف صار. راح تنتبهوا على موضوع كثير مهم هلا، انه ليكوا كيف لجم كلياته بكاسة المي الاولى، بس هذا الحكي لسه ما خلاه يكون جاهز، فلذلك هلا بضيف كاسة المي الثانية اللي هي نص كاسة على مراحل. راح نكمل عجين وبنعطيه ربع الكاسة. اهم شي بالعجين وقت عم تعجنوا ما تعطوا المي كلياتها فرد ضربة، يعني حطوها شوي شوي على مراحل لحتى ما يسقط حيل العجين ويعذبكم كتير، فلذلك موضوع تسقاية العجين شوي شوي مهمة جدا. راح كمل عجين وفرجيكم كيف راح احط اخر ربع كاسة وشو راح تعمل فرق. لاحظتوا معي كيف ضفت اخر ربع كاسة تقريبا، يعني راح يخلص العجين، بس بدي هلا يلجم وينعم بهالربع الكاسة اللي حطيتها، وراح كمل عجنة. عم بحكي هاي المعلومات كلياتها لان في كتير صبايا وشباب بيسالوني ابضياء شو هو عجين الشعيبيات وكيف رح نحافظ عليه وكيف لازم ينشغل بشكل صحيح. هلا اليوم الحمد لله رب العالمين صار في عنا عجانة، كنت قبل عم بعجنه على ايدي، ففي فرق كتير بين العجانة وشغل الايد. العجانة بتريحكم كتير، عدا عن ذلك بتعطوا المي الطبيعية. لا العجين كل ما قلت ميته كل ما طلع أطيب وكل ما ارتاح وأعطاكم للشغل أزبط، يعني المي وقت بتحطوها زيادة للعجين بيرتخي وما بيعطيكم الطيبة للشعبية. هذا سر من أسرار الشعبيات. راح كمل عجنة وخليها تنعم وفرجيكم كيف راح تطلع. شوفوا العجين كيف صار ناعم عندي. كيف بدي أعرف العجين نعم؟ أول شغلة بيطلع من القل، والشغلة الثانية الأهم اللي هي ما بيضل بالعجانة شيء نهائيا من آثار العجين. هذا هو العجين تبعنا، شايفينه بتماسك مع بعضه، واحد اثنين ماله دبق على الإيد. هذا موضوع كتير مهم. هلا راح نقطعه بهالشكل، بشكل طابتين، ونمرده. بالمصلحة المردنة كتير مهمة، اللي هي بهالشكل هاد، وبدنا نتركه ليرتاح لمدة أقل شي ربع ساعة لحتى يتقسط معنا. هاي أول حبة. مثل ما انكم ملاحظين بدنا هون شوية زيت. الزيت مهم جدا جدا للشعبيات. شايفين أول قطعة، وهي القطعة الثانية.
كمان بنمردنها بهالشكل هذا، بنبندها. هذا اسمه التبنيد مشان يتسكر الحرف هذا، شايفينه؟ هذا الحرف على التبنيد بهالشكل هذا بيتسكر. كمان بندهن زيت وبدنا نتركهم لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة حسب الجو اللي عندكم لحتى يرتاح العجين. وبعد ما يرتاح العجين بنرجع بنكمل المراحل الثانية من تقسيط وتقطيع وتسمين. وبهالمرحلة حاليا بدي جهز لكم الزبدة اللي سويتها بالفيديوهات السابقة، بحط معها سمنة. هلا بدي فرجيكم طريقتها على الخفاقة كمان كيف رح تطلع معي. وهذا الإيل شلناه، وهلا بدنا نشتغل بالكف. هذا الكف لخفق الزبدة. ممكن تضربوه على مثل ما بيقولوا الشبك، بس الشبك ضعيف بخاف ينضرب معي، فلذلك بنركب هذا الكف. في عندي هون علبة زبدة، أي نوع زبدة موفر عندكم. أنا بشتغل الصراحة بزبدة عادية منزلية. رح ننزلها وننزل فوقها معلقة سمنة أو معلقتين سمنة. أنا بفضل تزودوا كمية السمنة الصراحة، تعطيكم نكهة كتير طيبة للشعبيات. وإذا في سمن عربي بيكون أفضل يعني مع الزبدة بتحطوها. بعد ما نزلناها ونشغل خلاط. شوفوا معي الزبدة كيف صارت. على فكرة الزبدة هاي نفسها فينا نسوي منها كريمة لزينة الجاتو. ها ان شاء الله في فيديوهات جاي بعد، بما انه اجت الماكينة الاساسية لتصنيع كتير شغلات، ان شاء الله راح فرجيكم كيف راح نعمل الكريمة من الزبدة فقط لا غير. راح نفضيها، شايفين قوامه؟ قوام الزبدة رائع جدا صار مع السمنة. موضوعها كتير سهل. راح جهزها على طرف لبين ما تكون العجين ارتاح. وهي الزبدة مثل ما حكينا. وهلا بننتقل للعجين. شوفوا العجين كيف ارتاح، شايفين؟ بس كبست اصبعتك وما ارتفع ارتفاع كامل بيكون العجين هيك جاهز. هلا بنشتغل بهالطريقة هاي. القطعة لازم يكون وزنها 60 جرام، قطعة الشعبيات يعني هذا انسب وزن، 60 65 جرام حسب ما انت كمان بتحب او حسب محلك. شايفين كيف صارت معي؟ بنقطعها او بنقسطها بهالشكل هذا. طبعا في ناس بتقطعها بايدها، انا بفضل هالطريقة هاي افضل بكتير. شايفين؟ نحط زيت، ندهن الطاولة زيت. عصيرة الجوز اليوم بدنا نحشي لكم اياها جوز باذن الله تعالى، عشان تشوفوا الطعم ايش قد راح تختلف معكم. واذا طعمته واذا الخشب طعمته كمان جوز شلون بيطلع؟ تطلع شعبية غير شكل. الخشب جوز والحشوة جوز. قديما كانوا يشتغلوا، ما عندنا مرمر، كانوا كل الناس تشتغل على طاولات خشبية اللي هي من هالطاولات هاي. نشوف في طعمة غريبة بالشعبيات، لكل محل له سر، وهذا سر النكهة السرية تبع أغلب المحلات المشهورة بالشعبيات. كنا نشتغل على الدف يعني. هاي الثانية كمان بنقسطها. هلا راح نزينهم وفرجيكم انه كل وحدة 60 جرام او ما تقارب 60 جرام يعني. كمان بهالمرحلة هاي بدنا نريحهم، مو مباشرة نشتغل فيهم، ما بصير. لازم نريحهم اقل شي كمان 10 دقائق لربع ساعة حسب قوة العجين. كمان بندهن زيت. بعد تقريبا ربع ساعة شوفوا العجين كيف طلع معي، صار كله جاهز. شوفوا الوزن تبعه. هاي القطعة 58، فيكم تقولوا يعني 60 جرام إلا 55 57، يعني تقريبا من 60 جرام لل 55 جرام. هلا بدي انتقل للمرحلة الثانية واللي هي تسمين. نحن بنقول عليها تسمين، طبعا مو بالسمنة، بالزبدة والسمنة، بس قديما كانوا يشتغلوها فقط بالسمنة. راح ناخذ القطعة هيك بهالشكل هذا كما راكم ملاحظين، نضربها على الشوبك. أهم شيء وانتوا عم تضربوها على الشوبك تكون كل الحواف متناسقة مع بعضها، يعني ما بصير يكون حرف سميك حرف رقيق. لاحظتوا معي كيف؟ بناخذ هالزبدة هاي بهالمقدار، وكل ما كترتوا زبدة بهالمرحلة تعطيكم شعبية أطيب. ونحطها على طرف. راح ناخذ قطعة ثانية فرجيكم إياها كيف.
موضوع كتير بسيط يعني ما بده تعقيد. صار عامله أكتر من مرة الفيديو، وبتمنى هالمرة هاي تكون مثل ما بيقولوا المرة اللي راح تفهموا عليها بكل شيء. في صبايا وشباب هلا بيقولوا لي أضياء أنت في البداية ما حطيت لنا كربوني هالمرة. الكربوني مثل ما حكيت بدكم تشتغلوا الشعبيات بسرعة وما تطول بالفرن تحطوا كربوني. أنا بالعادة ما بحط الصراحة. شايفين هي كمية الزبدة. هلا بدي اشتغلهم كلياتهم وخلصهم كمان رح ريحهم. مدة التريح رح تاخذ معكم كمان نص ساعة أو ثلاث أرباع الساعة لحتى العجين يرتاح ويشتغل معكم. وإذا أنتم ملاحظين ولا مالكم ملاحظين ما بعرف إذا منتبهين على الموضوع، شايفين إنه ما في صوت، يعني شموسة مالها بالخلفية. شو السبب؟ السبب كتير واضح وسهل. شموسة صارت في الروضة، حطيناها هي أول سنة فلذلك أخير راحتنا على الأخير بالتصوير، لا صوت ولا ضوجة. هي آخر قطعة مثل ما كنتم شايفين بالشعبيات، وهلا بدي اتركها كمان لترتاح. ومثل ما حكيت في البداية هذا العجين بداية شغله كلياتها بتصير معكم للعش بالبول وللتمرية ولكل أنواع المعجنات اللي بنحكي فيها بالشعبيات، أو مثل ما بيقولوا أهلنا الحماصنة الفطاير الحمصية. راح نكمل ونستنى عليهم ليرتاحوا ونكمل شغل. انا حطيتهم بهالطريقه هي على فكره مشان ما يلزقوا في بعضهم، هي للصبايا بس. انا بالنسبه إلي العجين عندي ضمنانه صح فلذلك ما راح يلزق، فبطبقهم بهالشكل هذا. لاحظين كيف كل ستة فوق بعضهم مشان نغطيهم بحيث ما ينشف وجه العجين. وبس اللي صاروا عندي جاهزات بنطلق للسحب، ومنغطيهم بكيس نايلو. وهيك بنكون خلصنا أول مرحلة من تسمين العجين وتريحه. بنغطيه بكيس نايلو لحتى ما ينشف، لحتى نسحب مو نسحب هيك رق بتجي. وبعد نص ساعة يا حبايب صار العجين عندي جاهز. بس كيف بدي اخذ طريقة سحبه؟ باخذ العجين هذا هيك بهالشكل بقلبه على قفاه، لأن القطعة التحتانية بتكون اختمرت أكتر شي. شوفوا معي كيف بدي اسحب. بنسمي بسم الله وبنحط بهالشكل هذا وبناخده هيك. بنحاول يكون الحرف هاد على بعضه، يعني بحيث انه ما يطلع الحرف لبرا. لاحظين معي هاي رقت السحب. كل ما رقت كل ما طلعت الشعبية أطيب. وبنسحبها بهالشكل هاد. شايفينها؟ هاي راح اسحب قطعة تانية فرجيكم اياها كيف راح تطلع. سمي بسم الله، سحبة، بنثبتها ومباشر لف. الصبايا اللي ما بيعرفوا بيسحبوا يعني بيكون عليهم صعب، يسحبوا هيك مطاط خفيفة ويلفوا شوي شوي. شايفينها؟ هاي الضغطة كتير مهمة مشان تطلع بهالشكل هذا. راح نسحب قطعة ثالثة. هاي القطعة الثالثة راح تكون الأخيرة وراح كمل سحب. لاحظوا هون التم المفتوح لجوا والمسكر لبرا. شايفين؟ يعني أهم شيء بالشعبية هي مرحلة السحب. راح نكمل الكمية كلها وكمان راح نريحهم بعد ما يخلص السحب. أعطونا وحدة أشوي يا عين عمك. هلا شايفين هذا السحب، بنضل منرقها لحتى ناخد السماكل منها إياها. هيك صارت الكمية كلها عندي جاهزة. هلا بدي ريحها لمدة نص ساعة كمان أو ساعة ما في مشكلة، وفيكم تحتفظوا فيها لتاني يوم أو لثالث يوم. يعني هذا العجين بيعيش معكم بما إنه ما فيه كربونة. وبعد منه راح نكمل سحبهم. وأهم شي تحطوهم بمكان بارد مشان ما يعذبوكم وقت عم ترفعوا الشعبيات. هذا على البراد.
وهلا راح ننتقل للحشوات. الحشوة الأولى اللي بدي أحشي هي القريشة، مثل ما بنقول عليها نحن جبنة حلوة، أو فيكم تحشوها لبة، بس قشطة ما بيصير. الحشوة الثانية الفستق الحلبي، هلا بدي حمصه للفستق الحلبي، تحميصته كتير بسيطة، وبنحط له تبلته اللي هي السكر والقطر. والتبلة الأهم اللي هي الجوز. كيف راح نجهزها؟ الجوز له رأي خاص دائما الدوم بالشغل. راح نفضي الجوز بهالشكل هذا، وراح نفضي فوقه رشة قطر، أو عفوا رشة قرفة، كتير مهمة رشة القرفة. وراح نفضي فوقه قطر اللي هو الشيرة بالعراقي أو الشربات بالمصري، ورشة سكر، وندعكه كله مع بعضه. لازم يندعك لحتى يتخاوى كلياته. الجوز دائم الدوم له ترتيب خاص، يعني بدون سكر ما يمشي الحال. وأنا هالمرة هاي بدي ضيف عليه مكون، يا ريت تجربوه، اللي هو الزبيب. راح ضيف شوي، راح تصير عندنا الحشوة اليوم جوز وزبيب. شايفينها؟ راح تدعولي على الحشوة هاي بإذن الله تعالى. تبناهم مع بعضهم. فينا نضيف كمان شوية سكر حتى يدبوا، لأني باينته فارت لسه. سمعونا الصلاة على الحبيب المصطفى. عم بيأذن الظهر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. غير الشتر كمان. هاي الحشوة هيك صارت جاهزة. هلا راح ارفع على طرف وانتقل لتجهيز الفستق. طبعا الفستق هو عبارة بس عن تحميص وإضافة القطر والسكر عليه. الصراحة أم ضياء دائم الدوم بتفاجئني بشغلات لازمتني للمطبخ. هالبخاخ الزيت، بدل ما أعبي إيدي زيت ببخ الصاج بهالشكل هذا، وصار عندي جاهز. زيت مع ريحة طيبة كمان، يعني زيت معطر. المهم يا صبايا، صار عندي العجين جاهز تقريبا بعد شيء 3 ساعات. شوف العجين كيف متماسك بهالشكل هذا. رح اباشر اول شيء بحشي شعبيات القريشة او اللي بتقول عليها. كمان بنعبي ايدينا شوية زيت والارضية، وعنا الفأسة السحرية. تعالوا شوفوها. هلا انا بالعادة بفقس بهالشكل هذا، تمام، مشان تطلع معي الرسمة من الطرفين. وباخذها بهالشكل، عبارة عن رسمة. شايفين كيف سكرت تسكير؟ هاي الرسمة اللي انا بعملها على شعبياتي، لازم تتسكر بهالشكل هذا. وبعطيها ضغطة خفيفة. وهلا بنشتغل بالمردنة. هاي الرسمة اللي بساويها انا دائم الدوم، مشان تطلع تشخيطة الشعبيات بشكل كبير. انتبهوا، هون الوجه، هون القفا، عشان الشباب والصبايا يعرفوا ايش الموضوع. هلا بضغط الحرف مثل ما كنتم شايفين. الحراف لازم يكونوا رقاق، والنص بتركه سميك. وباخذ الكمية اللي بدي اياها بالحشوة. قد ما بدكم كمية حشوة بتحطوا، يعني الموضوع حسب رغبتكم، بس ما تقارب هيك يعني ممتازة، بحيث ما تطلع كثير دسمة. هاي الحشوة. من هون ناخد شوي على الخفيف ومنسكر. شايفينه؟ وهون بناخد الطرف الأكتر، يعني هذا بالطبيعة هو قفا. وقت بنقلبها هيك بصير عنا أحلى شعبية. شايفينه الرسمة؟ وفيكن تشكلوه على كيفكن، ونطبقها بهالشكل هذا. هي آخر حبة من حشوة القريشة صارت عندي جاهزة. هلا بدي دهنها سمنة. شايفين كمية السمنة؟ حاولوا تكون كمية السمنة كتير ظريفة، لأن هذا الحكي بيعطيها طعمة رائعة جدا. طبعا بدي أحمي الفرن على حرارة 150، وبعد منها راح أحطه. هاي أول شعبيات صاروا جاهزات. هلا ننتقل للشعبيات الثانية اللي هن شعبيات الجوز. طبعا شعبيات الجوز بتختلف الفأسة تبعيتهم، بدكم تفقسوها بهالشكل هاد، تمام، مع ضغطة. ما راح كتر شعبيات عليكم، بس نوعين 3. شايفينهم؟ كمان بنعمل الحرف هالشكل هاد، وبناخذ الجوزات يا حبايب القلب وبهالشكل هاد. طبعا صارت الحشوة جوز وزبيب. وبنسكر، بين عليكم، بنسكر هيك، وكمان بنسكر هيك.
صار عنا بشكل مثلث. تمام. وهون ناخده بنلفها بهاللفة وبنسكرها. شايفين؟ عبيناها تعباي. هاي شعبية الجوز. راح اعمل وحدة تانية تشوفوها مشان ما اي حدا يتلبك فيها. الفأسة تبعيتها هيك. تمام. الحراف دائما بدهم رفاع والنص هو السميك. كمان بنشيل كمية منها اياها شاد ما بدك دلل حالك. يعني هدول شعبيات بالبيت. طبعا بالمحلات بنحط معيار، يعني نحط حشوة معيارية. شايفين بهالشكل هذا. سكرنا الطرفين وهلأ بنجيب الوجه وبنسكره. عبارة عن تغليف هيك. هاي الشعبية الثانية. راح اعمل 4 شعبيات منها، او خليكم معي عشان ما نطول عليكم. راح افرجيكم كمان شعبية الفستق الحلبي. هاي شعبية الفستق الحلبي راح تختلف عن هدوليك، بس بهالشكل هذا راح اعملها. شايفين كيف عم بفتحها؟ ليش عم بفتحها بهالشكل يا حبايب؟ لاني شعبية الفستق الحلبي بس بعملها هيك بطبقة. بدي اخذ هالشكل الظريف. هي كمان بدها تروح على الفرن. راح اعمل وحدة ثانية تشوفوها. شايفين؟ بدي اياها تفتح مشان يطلع منظرها كتير ظريف. لاني راح تنحشى على البارد. وهاي الحشوة هيك تتسكر وكمان بتتحط بالصينية على الفرن. طبعا كل نوع بنخبز لحاله، ما بصير تخبزوا الانواع مع بعضها، ما بيطلعوا. يعني في شي بيحترق، في شي ما بيستوي. راح نعمل الفرن على 150 مثل ما قلنا لكم ونحطهم بالفرن. مثل ما انكم ملاحظين معنا هدول الشعبيات صاروا جاهزات. طبعا كل نوع لحاله. اهم شيء القريشة السادة اللي هو الفستق الحلبي والجوز. حرارة الفرن راح فرجيكم اياها. شوفوا عندي هون حاطط انا مشغل من فوق ومن تحت والمروحة. الحرارة تقريبا على 150 حاططها تماما على 150، والدرجة الوقت تقريبا نص ساعة. راح نسمي بسم الله ونحط الشعبيات في الوسط. ام ضياء خوفنا عليه جايبت لي كفوف جداد، ما لا عرفان نحن نحروق ايدينا كتير. بنسكر عليها وبنعلي الحرارة لل200. ليش؟ بهالفتحة والتسكيرة احتمال حرارة بتكون نزلت، فأول شي بننزلها على 150 وبعدين نرفع الحرارة عليها شوي شوي مشان ما تستوي بشكل كامل وتستوي على هينتا ومهلها. راح نستنى عليهم وفرجيكم كل نوعية كيف راح تطلع معنا. بعد تقريبا 25 ل 30 دقيقة، ليكو ضل 3 دقائق، أنا شايف إنه شعبيات صاروا جاهزات. راح نفتح الفرن. شوفوا لي هاللون الظريف هاد. هلا مباشرة أول شغلة بتعملوها بتصفوا السمنة. طبعا بما إنه في عندي شعبيات راح صفي السمنة عليهم بهالشكل هذا. يعني السمنة هي ما بتنكب. شايفين؟ ما بضل ولا نقطة سمنة. والقطر يا حبايب أو الشيرة بتقولوا عليه أنتو، معروف عندكم، يعني صار عياراته موجودة عندي بالقناة. كل كيلو سكر 400 جرام مي ورشة ملح ليمون، وأهم شي يكون القطر بارد. بسم الله. القطر بارد والشعبية ساخنة، واسمعوا لي هالصوت وأشوي يا عين عمك. هاي أول نوعية صارت عندي جاهزة. هلا مباشرة بما إنه عندي الفرن حامي حرارته على 200 هي، راح أضيف مباشرة شعبيات الجوز. أول شي بننزلهم لتحت مشان يستووا بشكل كامل. يعني إنه أول شي تستوي الأرضية وبعد منها بنسوي الحراف. تقريبا نفس الوقت بياخذوا كل أنواع الشعبيات. هذول شعبيات الجوز كمان. شوفوا هاللون ظريف.
كمان بتصفوا السمنة على الشعيبيات اللي بدكم تعملوهم بعد منهم. يعني أهم شيء ما تتركوا سمنة نهائيا. ونفس الطريقة يا حبايب، القطر بارد. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش القطر بارد؟ مشان يتغلغل غلغلة هالمرة، مو يتنغنغ يتغلغل غلغلة. شوفوا لي هاللون الظريف. ضلت الشعبيات الجوز اللي راح اخبزها اخر شي وفرجيكم كيف راح سويها. وهذا الفستق الحلبي يا حبايب، لحشوة الفستق الحلبي نحطه بالصينية هيك بهالشكل وندخله على الفرن. طبعا شوفوا الشعبيات اللي حطيناهم تبعت الفستق الحلبي، 4 شعبيات. بنحط الفستق تحت بما انه الفرن حامي، مشان اكسب انه الفستق يستوي، يعني لازم يتحمص، ما لازم تاكلوه ني. شايفين بعد ما تحمص عندي صار ناشف. هلا بضيف عليه الراحة مشان يمسك مع بعضه، وكمان بدي اتركه شوي مع بعضه لحتى تذوب. والشعبيات مثل ما كنتم شايفين شعبيات الفستق جاهزات. راح كمان طالعوا نصفي منهم السمنة وقطرهم. شايفينهم؟ بسم الله. هاي السمنة فيكم تستخدموها مرة تانية وتشتغلوا شعبيات، هي ما في شي بنكب. كمان بنقطرهم، بس هدول نطفي عليهم الفرن مشان ما يحترقوا. نفس الطريقة يا حبايب، وبعد ما يبردوا بنحشيهم. وهلا عنا حشوة الفستق. شوفوا كيف الراحة ذابت. نفضيها هون، لاحظتوا فضيتها فوق القطر. هلا بدي كسر الفستق كلياته. طبعا الفستق لازم يتكسر ويندعك مع الراحة. لاحظوا بعد ما ذابت الراحة، هلا بحط نقطة ماء زهر تعطي نكهة رائعة جدا للفستق الحلبي. نخلطها كمان وبننتقل للحشي مباشرة. هيك صارت الحشوة جاهزة. اغلب الصبايا والشباب بيسألوني كيف بتساووا شعبيات الفستق الحلبي. هيك بنساويها. هدول الشعبيات مثل ما انكم ملاحظين، نفتحها بهالشكل وبنسمي بسم الله، وعلى قد المحبة بنحشي جوز. يعني كل ما بدك تدلل زبونك او تدلل حبايبك بتحشي على كيفك. هاي كمية الجوز الفستق عفوا. وهي حبة تانية نفتحها، وقد ما بدكم بتعبوها. هالحلب بيتذكروا شعبية الفستق الحلبي كتير، لأن المدللين وخاصة كانت بذكرى المولد تتوزع كتير. سمعونا الصلاة على الحبيب المصطفى. وهي شعبيات الفستق الحلبي واللبة والقريشة والجوز. شوفوا لي قطعة الجوز دي، افتح لكم وحدة وتشوفوها كيف. هيك صارت عندكم شعبيات جاهزة. راح نفتح وحدة كمان من شعبيات القريشة. بسم الله. شوفوا الحشوة تبعيتها ظريفة، والقفا كيف لونه. هلا فيكم ترشوا رشة فستق حلبي هيك مع رشة قرفة، وتضيف هالطبق هاد للي بتحبه. لهون صار الفيديو جاهز، بتمنى ينال اعجابكم. كان معكم الشيف ابو ضياء الدسوقي، وهذا اللايك كتير اساسي، ولا تنسونا من صالح دعائكم.